يعني انا اصور فيديو ومنتجه وانزله واعمل له صور وفي الاخر يجي لي كوبي رايت على جزء من الفيديو، فاقول مش مشكله نشيل الجزء اللي عامل مشكله وننشر الفيديو تاني، فيجي لي كوبي رايت على اللي فاضل من الفيديو. طب ليه المخمضه دي؟ ما كان من الاول. وبعدين لما انتم مفتحين قوي كده ما تنشروا الفيديوهات بدل ما احنا عمالين نلم المشاهدات نفر نفر زي تاكسي الاقاليم. ساعه الكوبي رايت احنا مركزين، انما ساعه المشاهدات والانتشار لا، ما نعرفكش الحقيقه. لكن انا لن ايأس ووراكوا لحد ما نشوف اخرتها. والنهارده معانا الحلقه السابعه والثامنه من مسلسل ساعته وتاريخه، وربنا ما يقطع لنا عاده وندخل في الموضوع على طول. الحلقه السابعه كانت بعنوان الحذاء الذهبي، كتابه دينا ماهر وعمرو سلامه واخراج عمرو سلامه. وبنبدا بتنويه اننا في القاهره في 2023، وبنشوف طه وهو بيتفرج على محمد صلاح، وواضح انه بيحبه جدا ونفسه يبقى لاعب مشهور زيه. وبنعرف ان طه وابوه رايحين السوق علشان يجيبوا جزمة كورة لطه يلعب بيها. وبنعرف ان طه بيحب صلاح لكن نفسه يلعب في اليوفنتوس. حد برضه يشجع اليوفنتوس؟ ايه الدماغ الغريبة دي؟ الوحيد اللي اعرفه بيشجع اليوفنتوس هو رامز صاحب عمرو نصوحي، يلا هو حر. ابو طه بيقول له يركز في الجزمة اللي هو عاوزها علشان هنا لا في تبديل ولا ترجيع، وبيقول له كمان ما يشبطش في حاجة. طه بيسأل ابوه انت ليه عمرك ما لعبت كورة؟ فبيقول له انه ضيع مستقبله وركز في المذاكرة، وانه ما كانش يعرف ان اللعيبة هتاخد ملايين في ماتش واحد. فطه بيقول له ان هو اللي هيجيب له الملايين. وفي ناس استغربت ان في نسانيس في السوق. يا جماعة ما رحتوش سوق الجمعة قبل كده؟ انت ممكن تجيب عقارات من جوه. بنشوف ابو طه وهو بيتكلم في التليفون وبيقول لمراته تروح الصيدلية وتشوف الدواء البديل بتاع ابنهم لان معهمش يجيبوا الدواء الاصلي. وبعدين بيروح يكلم طه وبيقول له انه هيحاول يجيب له اللي هو عاوزه، لكن اهم حاجة من غير زن لان الفلوس على القد. فطه بيقول له ان صاحبه جاب جزمة ب 2000 جنيه. واضح انك بتكلم الهوا يا معلم، الواد ولا هو هنا، ودي حاجة موجودة عند الجيل كله. تقول له يا ابني الفلوس على القد، يقول لك اصل صاحبي ابوه جاب له صباع من صوابع الظاهرة رونالدو. ابو طه بيقول له انهم هيلاقوا كل الاسعار، اهم حاجة الجزمة تكون حلوة وشغالة. فطه بيقول له انا عاوز كمان تيشيرت اصلي وشورت. صدق يالا انا اتخنقت منك. الاب بيقول له ان شاء الله لو فضلت فلوس هجيب لك اللي انت عاوزه. وبعدين بتجيله مكالمة من الكابتن بتاع طه بيقول له ان طه اتصعد للفريق بتاع 17 سنة وهيلعب قدام الاهلي. وطه طبعا بيفرح زي اللهبل، بس بيقول له انه لازم يجيب جزمة جديدة علشان اللي معاه ما تنفعش. بيروحوا لواحد من اللي بيبيع الجزم وطه بيطلب جزمة خضراء. الاب بيسأله على السعر وبيقول له بكام؟ بيقول له ب 1500. لكن طبعا الاب بيستغلاها وطه بيقفش فيها. يا ابني اقسم بالله الجزمة اللي انت ماسكها بتحس عنك. البياع بيحاول ينزل في السعر لكن الاب بيقول له ان السعر لسه كبير. فبيقول له طب انت عاوزها بكام؟ فبيتكسف وبيقول له في ودنه. فالبياع بيقول له ربنا معاك. واضح ان الفرق كان كبير قوي. وطبعا طه لو عليه يقول له ما تبيع كليتك وتجيب لي الجزمه، انت بخيل ليه كده؟ ما انا ابو صاحبي ماشي بكليه واحده وعايش وما فيهوش اي حاجه. طه بيقول لابوه انه لما يكبر هيبقى عنده جزم كتير هيلعب بيها ماتش واحد ويرميها. ابوه بيقول له انه بالدماغ دي عمر ربنا ما هيديه، وانه لازم يرضى باللي معاه، وان ساعات الحاجات اللي احنا بنبقى عاوزينها ما بيبقاش فيها خير لينا. فطه بيقول له هو ليه في ناس معاهم كل حاجه وناس معاهمش؟ ابوه بيقول له هي الدنيا كده يا ابني، وان في ناس بيبان ان معاهم كل حاجه لكن اكيد في حاجه ناقصاهم. فبيقول له يعني واحد زي الدون ناقصه حاجه؟ بيقول له واحنا عايشين معاهم في البيت، ما يمكن مراته منكده عليه. لا يا حاج ما اعتقدش ان جورجينا بتنكد على كريستيانو، احنا ممكن نشوف السيد حمدي او اي حد من المنطقه. بيروحوا مكان تاني وهنا بيقابلوا منتصر اللي عامل دوره احمد داش، وبيساله لو التيشيرت اللي هو لابسه ده اصلي. فبيقول له لا مش اصلي. فبيقول له انا قلت كده تلاقيك اصلا ما تعرفش ده تيشيرت نادي ايه. فبيقول له انه عارف انه اليوفي. وبيتكلموا بقى عن اساطير اليوفي ديل بييرو ونيدفيد وبوفون. منتصر بيقول له انا بحب باجيو. فطه بيقول له ان باجيو ضيع كاس العالم على ايطاليا. هو ده بقى الجيل اللي جه يكرهنا في الكوره، يسيب كل حاجه في تاريخ باجيو ويقول لك اصله ضيع ضربه جزاء ومات واقفا. اليوتيوب خرب الدنيا، ده اسطوره باجيو ده. سبحان الله يا طه مفيش قبول بينا خالص. منتصر بيجيب لطه جزمه وبيقول له انه هيديها له ب 800، لكن طه بيقول انها كبيره. سبحان الله كبيره ومش عارف يلبسها اصلا. منتصر بيقول لطه ان الجزمه دي بتاعت محمد صلاح، لكن طه ما بيصدقوش وبيقول له انه بيحور عليه علشان يبيعها له، وبيقول له ان دي الجزمه اللي جاب بيها الجول للار 2 في روما وان محمد صلاح هو اللي اداها له علشان بيحبه. فطه بيقول له انه كلهم نصابين. فمنتصر بيزقه وبيقول له اتكل على الله. طه بيشوف خبر على النت ان فيلة محمد صلاح اتسرقت، فبيشك ان منتصر واللي معاه هم اللي سرقوها وان الجزمه دي فعلا جزمه محمد صلاح. وبيقول
لابوه انه عاوز الجزمه. طه بيسال منتصر انت تعرف محمد صلاح منين؟ فبيقول له انه كان شغال امن في الكومباوند اللي صلاح ساكن فيه، وانه اتكلم معاه وحبه. فطه بيقول له انه عارف ان الجزمه دي مسروقه، لكن ابو طه بيقول له انه مش هينفع يشتري الجزمه دي لانه معهوش فلوس. لكن طه كالعاده بيشبط. ابوه بيحاول يفهمه انهم ما ينفعش يشتروا الجزمه لانهم مستلفه 400 جنيه ولازم يرجعهم. فطه بيقول له انه عاوز فلوسه اللي تعب فيها، فبيديله 400 جنيه وبيقول له يخرج يلاقيه يا اما جاب الجزمه يا اما جاهز علشان يمشي. وبيرجع طه المنتصر وبيقول له انه عاوز ياخد الجزمه بس يتكلموا في السعر، فبيقول له ما ينفعش السعر ده نهائي. فطه بيقول له ما هي كده كده جزمه مسروقه. وهنا العيال اللي معاه بيقلقوا، وواحد منهم بيقول له يلا بينا نخلع قبل ما نتقفش. طه بيقول له احسن لك تبيع الجزمه بدل ما تتمسك بيها متلبس، وبيقول له انت ما تعرفش ان السرقه حرام. وهنا الشيخ منتصر البحبحاني بيديه درس في الفقه، وبيقول له ان السرقه حرام الا في 3 حالات: لو بتسرق عشان جعان، او بتسرق حد حرامي، او بتسرق حد مش محتاج. يا سلام على الفتاوى الجميله. طب جعان دي وفهمناها، الاتنين التانيين بقى جبتهم منين؟ وبيقول له انهم هيتراهنوا، ولو كسب هياخد الجزمه ببلاش، لكن لو خسر هيدفع الفلوس وهياخد بعضه ويمشي. وطه هنا بيخاف وبيبقى عاوز يمشي، بس منتصر بيسخنه وفعلا بيوافق، وبياخده على المكان اللي هيلعبوا فيه. وفعلا بيلعبوا، لكن طه بيخسر، وكده لازم طه يديله 400 جنيه. طه بقى بيفتكر انه عيل صغير وبيبدا يعيط، لكن منتصر بياخدهم. وهنا بيتدخل واحد من اللي كانوا واقفين وبيقول له يرجع له الفلوس. ومنتصر هنا بيديله محاضره ملهاش اي 30 لازمه، وبيقول له انا الزمان هدني ولا حد بيودني، والناس بيقفشوا في بعض. فطه بيستغل الموضوع ده وبياخد الجزمه وبيطلع يجري. جدع يا طه، وكمان حرامي، انت كده فاضل لك تحط ابوك في دار مسنين وتبقى 100 100. طه بيرجع لابوه اللي كان بيدور عليه وبيقول له انه اخد الجزمه، فبيساله خدتها ازاي؟ فبيقول له لعبت عليها وكسبتها. وبعدين ضميره بيأنبه وبيقول له انه سرقها. وهما بيتكلموا البوليس بيكبس، ودخل وقفشوا منتصر واللي معاه. طه بيروح للظابط وبيقول له ان الجزمه دي وقعت منهم، لكن منتصر بيقول الجزمه دي مش تبعنا، وان دي جزمه معفنه مش جزمه محمد صلاح، وان احلى حاجه في الكوره انك تقدر اللعبه الحلوه حتى لو ملعوبه عليك. وبتخلص الحلقه وطه ماسك الجزمه. والسرقه دي حصلت فعلا في اول سنه 2023 لما خبر انتشر ان فيلا محمد صلاح في مدينتي اتسرقت. وبعد التحريات قبضوا على اللي سرقوا الفيلا، وعرفوا ان واحد منهم كان شغال امن في المنطقه، وعرف ان الفيلا بتاعت محمد صلاح الباب الخلفي بتاعها بايظ وممكن يتفتح. فخطط وفعلا اخد اصحابه وراحوا دخلوا الفيلا واخدوا منها حاجات كتير: جزم واجهزه وحذاء ذهبي. تقريبا ده الحذاء اللي صلاح اخده لما كسب هداف الدوري. وبعد ما اتقبض عليهم اعترفوا انهم باعوا الحذاء لواحد اتقبض عليه هو كمان، لكن محمد صلاح اتنازل عن القضيه فاخدوا 2 بدل 5 سنين. واكيد هم فكروا زي منتصر كده ان محمد صلاح مش محتاج يعني، ونسيوا ان ده عمره ما كان مبرر لانك تكون حرامي. وندخل على الحلقه الثامنه، الحلقه اللي كانت بعنوان بلوك، كتابه دينا ماهر واخراج احمد عادل سلامه. وبتبدا الحلقه باتنين من احد الشركات اللي بترش مبيدات حشريه، لكن بنعرف انهم حراميه وجايين يسرقوا. وطبعا عاملين فيها الشركه الالمانيه، ما هي خلاص بقت مهروسه، وانهم جايين يسرقوا علشان في واحد فيهم عليه شيكات ولازم يدفعها. وطبعا كالعاده لازم واحد منهم يبقى خايف وجبان وعاوز يخلع، فصاحبه بيقول له انهم بيعملوا المشوار ده علشانه هو، عشان يسد اللي عليه. وبيقول له هيكمل ولا لا. وانا نفسي اعرف هو الممثل ده ما بيعملش دور عادي؟ لازم حرامي بلطجي قاتل؟ المهم صاحبه بيقول له هنكمل. وفعلا بيروحوا الشقه اللي كانوا حاطين عينهم عليها، وبيحاول انه يطفشها، لكن فجاه حد بيفتح لهم من جوه. واضح انهم كانوا متاكدين ان مفيش حد جوه، واتفاجئوا ان الست دي فتحت لهم. وطبعا بيقولوا لها انهم جايين يرشوا. ونسيت اقول لكم ان ضيفه الحلقه الفنانه حنان سليمان. الست ترددت شويه لكن في الاخر دخلتهم، وبتروح علشان تعمل لهم حاجه يشربوها. وبعدين بيدخلوا علشان يعاينوا الشقه. وطبعا صاحبه بيقول له انه خايف وعاوز يروح، فبيقول له والوصولات هتدفعها منين؟ وبيقول له انه عارف ان الست دي عايشه لوحدها، وانهم هيشوفوا اي حاجه غاليه ياخدوها ويمشوا. وفجاه بتيجي الست وبتسالهم انتوا بتعملوا ايه؟ فبيقولوا لها اننا بنعاين الشقه علشان نعرف الرش هيكمل ولا لا. وبيدخلوا فعلا وبيعملوا فيها قال يعني بيرشوا، وبيرشوا فوق الحلل كده عادي كانهم
يعني بيرشوا معطر جو، وبتجيلهم صاحبة الشقة وبيبقى شكلها غريب كده وبتفضل تتكلم في حاجات شمال ويمين، وبعدين بتسألهم على اسم الشركة علشان تعمل لهم متابعة على الفيسبوك، فبيقولوا لها ان اسمهم الشركة البلجيكية، وفعلا بتلاقي صفحة بالاسم ده وبتستغرب ان الصفحة مفيش عليها اي حد. وبعدين بتسألهم هو انتوا بتعرفوا منين لو حد عامل لكم بلوك، فبيقول لها ان غالبا بيكتب لها هذه الصفحة غير موجودة، فبتقول له زي ده كده، فبيقول لها ايوه، وبتقول لهم ان دي جارتها وعامله لها بلوك، وانها لما سألتها قالت لها انها قفلت الفيسبوك كله، بس هي عارفة انها عملت لها بلوك علشان هي ما بتحبهاش، وانها كمان عاملة جروب على الواتساب هي وصاحباتها لكن مش حطاها فيه، وانهم اكيد بيتكلموا عليها في الجروب ده، وان معنى ان الواحد يعمل لحد بلوك انه كده مش عاوز يشوفه خالص. وبعدين واحد منهم بتجيله مكالمة لكن ما بيردش عليها، واضح انه الشخص اللي ليه فلوس عنده، فبتقول له رد عليها، فبيقول لها ما ينفعش ترد في اوقات العمل الرسمية، فبتقول له انه لازم يرد لحسن تكون حاجة مهمة، وانها معودة ولادها انهم يردوا على اي رقم، فبيقول لها اكيد ولاد حضرتك مش قاعدين معاكي كبار، فبتقول لهم سابوني، كانوا عاوزين يودوني دار مسنين بس هم بيجوا يزوروها هم واحفادها. وبعدين تليفون البيت بيرن لكن هي ما بتروحش، فواحد بيقول لها ان التليفون بيرن، فبتسيبهم وتروح ترد عليه. صاحبنا المهزوز بقى بيبقى مقلق لحد من عيالها يجي يزورها، فصاحبه بيقول له يجوا يزوروا مين، دول كانوا عاوزين يرموها في دار مسنين. وبعدين بيسمعوها وهي بتصرخ وبتجيلهم تقول لهم ان في صرصار في اوضه النوم، واول ما بيدخلوا اوضه النوم عينهم بتقع على علبه الذهب وبيرشوا على الصرصار لكن الصرصار ما بيموتش، واضح ان الرش عجبه قوي، فبيقرر يقتله بالطريقه التقليديه. الله، امال انتوا جايين ترشوا ايه؟ الرش ده بيموت بني ادمين تقريبا. فبتقول له ده مات من غير الرش، فبيقول لها بس مات، فبتقول له واضح ان انتوا شركه محترمه ما شاء الله، ويلا نخلص علشان تعب. وبعدين بتقول لهم الرش ده هياخد وقت قد ايه، انا لازم انزل. وبتقول لهم انها المفروض تروح البنك علشان تسحب فلوس، البيت ما فيهوش ولا مليم. وبتقول لهم انها اتسرقت، سواق التاكس سرقها، اخد شنطتها وكان فيها كل حاجه. بيدخلوا الحمام علشان يرشوه، وصاحبنا المهزوز بيقول لصاحبه يلا نمشي، الست دي غلبانه وصعبانه عليا، فبيقول له انها مش غلبانه وانه يتفت لها بلاد، وبيقول له انها صيده سهله مرميه حاجاتها في كل حته وتستاهل تتسرق. فبتجي لهم وبتقول لهم انها بلغت البوليس، فهنا طبعا بيتخضوا، لكن بتقول لهم انها بلغت البوليس عن السواق اللي اخد شنطتها، وبتقول لهم ان الفلوس اللي اتسرقت دي فلوس الجلسات بتاعه العلاج، وبتقول لهم يلا علشان يرشوا البلكونه. وهنا صاحبنا بيفتكرها بتاخد جلسات كيماوي علشان عندها سرطان، وبيقول له يلا بينا نمشي، لكن بيعرفوا انها بتتعالج من مرض نفسي في مستشفى العباسيه. فصاحبنا المهزوز بيروح يقول لها هو انت مريضه نفسيه؟ فبتقول له ايوه، في مشكله؟ فبيقول لها لا، فبتقول له انها مريضه نفسيا لكن مش مجنونه، فقال لها طبعا عارف انها مش مجنونه، وعارف ان في فرق بين المرض النفسي والمرض العقلي، لكن هي ما شاء الله واضح انها عاقله. وهنا بتبدا زي ما تقول كده تعاكسه، لحظات تصابي غريبه يعني، وبتقول له انها شايفه انه عمال يبص عليها، وبعدين بتساله انت متجوز؟ فبيقول لها لا، فبتقول له كنت هزعل جدا لو كنت متجوز. وهنا المهزوز بيقول لصاحبه انهم ياخدوا بعضهم ويمشوا لانها طلعت مجنونه وممكن تعمل فيهم حاجه، فبيقول له بالعكس دي فرصه حلوه، مين هيصدق واحده مجنونه؟ فبيقول له انها ممكن تعمل فيهم حاجه. وهنا صاحبه بيطلع خرطوش وبيقول له ان الست عينها منه فممكن بقى يشغلها علشان يخلصوا. وبعدين الست بتقول لهم ان السواق اللي سرقها مزقوق عليها، وان في واحد غني وبيحبها وعاوز يتجوزها لكن هي رافضه علشان هو متجوز، وبتقول لهم ان الراجل ده يبقى جوز جارتها وانها بتغير عليه منها وعلشان كده عملت لها بلوك. وهنا بيخرج اكمل وبيقول له خليك مع المدام، لكن بتقول له لا انا انسه. فبيقول لها انسه ازاي؟ مش حضرتك قلتي ان عندك ولاد وانهم كانوا عاوزين يرموكي في دار مسنين؟ فبتقول له لا هي ما قالتش حاجه وانها اصلا ما اتجوزتش. وهنا بيعرف المهزوز ان الدماغ في الشلاحات. وهنا الباب بيخبط وحد بينده من بره وبيقول يا مدام ميرفت، وبنعرف انها الممرضه جايه علشان تديها الحقنه بتاعت السكر، ومعاها حد بيقول لها جربي ترن عليها، فبتقول انها بترن لكن محدش بيرد. الست بقى بتقول له ان دول ناس من اللي الراجل مسلطهم عليها وانها مش عاوزاهم يعرفوا انها هنا. وساعتها الموبايل بيرن، وهنا بيروح لصاحبه وبيقول له انه عاوز يمشي علشان الست صعبانه عليه، فبيقول له خلاص فرجت، وبيديله الشنطه يقول له دور فيها، فبيقول له ان لو ما جاش معاه هيمشي لوحده. فصاحبه بيقول له احنا بنعمل ده علشانك، فبيقول له لا انت كنت هتاخد نص الحاجه. صاحبه بياخد الشنطه علشان يفتش بنفسه وبيطلع اللي فيها وبيرميه على الارض. وهنا المهزوز بياخد باله من البطاقه اللي موجوده في الشنطه، البطاقه بتاعه ميرفت الحقيقيه، واللي هي طبعا مش
مش الست اللي كانت بتكلمهم من اول ما دخلوا. وهنا بتقول لهم انها هتبلغ عنهم، فبيقول لها هتقولي ايه؟ انك ميرفت؟ احنا عرفنا انك مش ميرفت. وبيقول لها توريهم مكان بقيه الحاجه. لكن المهزوز بيجي من وراه وبيسحب من ايده السلاح، وبيتخانقوا مع بعض وبيدخلوا الاوضه وبيخليها تقفل عليه. لكن لما بيبص عليها بيلاقيها ماسكه الخرطوش ومثبتاه، والوش الطيب اللي كانت لابساه خلاص اتقلع. وبيحاول يهديها وبيقول لها انه خلاص قفل الباب، وبيقول لها نروح ناخد الدواء علشان نبقى كويسين. فبتقول له انها مش مجنونه ومش بتروح العباسيه، وهي كانت عارفه انهم حراميه ودخلتهم بمزاجها. فبيقول لها انه هيرجع كل حاجه اخدها، وان اول مره يسرق بس علشان محتاج، وانه صاحبه قال له انه متاكد من كل حاجه بس طلع مش متاكد. فبتقول له حظك وحش، اول مره تروح تسرق الشخص الغلط في الوقت الغلط. وبتقول له انت ما خدتش بالك اني مرميه الذهب في كل حته؟ فبيقول لها يعني انت كنت عاوزانا نسرقه؟ بتقول له ايوه، علشان تبقوا سرقتوها وقتلتوها. فبيقول لها نقتل مين؟ فبتقول له ميرفت. وهنا بيسمع صوت صاحبه وبيقول له ان ميرفت اللي شافها في البطاقه مقتوله ومرميه في الاوضه، وبنعرف ان هي اللي قتلت ميرفت. وبتقول له ان ميرفت كانت صاحبه عمرها، لكن فجاه بقت بتتهرب منها رغم انها كانت بتساعدها وبتقف معاها في كل المشاكل. لكن فجاه عملت لها بلوك وبقت مش عاوزه تشوفها، وكمان عملت جروب على الواتساب هي واصحابها وبيتكلموا عليها. هي كانت جايه علشان تخليها تفك البلوك، لكن هي ما رضيتش وطردتها، فاضطرت تقتلها. هنا تامر بيقول لها ان هو اللي هيشيلها، وانه كده كده كان هيتحبس بالفلوس اللي عليه، وانه مش هيعترف عليها وهيشيل كل حاجه، وانها كده كده كانت خربانه، فطالما خربانه يشيلها هو. بس عنده شرط، والشرط ده انها تخرج اكرم ويشيلها لوحده. وفي الوقت ده بنسمع الخبط تاني على الباب وبيرنوا على الموبايل بتاع ميرفت، وبنسمع الصوت من بره وهو بيقول انهم سامعين صوت الموبايل، والبواب بيقول للي معاه سيبنا كسر الباب. فبيقول له ما يمكن نزلت تشتري حاجه او نايمه. تامر بيقول لها هيدخلوا وهيبلغوا البوليس وكل حاجه هتتعرف. فبتقول له لا انا ما ينفعش ادخل السجن. بيقول لها خرجي اكمل وانا ادخل مكان واقول ان انا اللي قتلتها، وانت كده كده معاك السلاح، يعني مش هاخده بيك، على الاقل يبقى في حد ياخد باله من امي واختي. وبتقتنع بكلامه وبتروح تفتح الباب، لكن اول ما بيخرج اكمل بياخد منها السلاح وبيدخلوها الاوضه وبيقفلوا عليها. وتامر بيروح يفتح الباب وبيقول لهم قتلت ميرفت علشان عملت لها بلوك. وده اغرب سبب للقتل سمعته في حياتي، ان حد يقتل حد تاني علشان عمل له بلوك. ولما دورت على القصه الحقيقيه للجريمه دي ما لقيتش حاجه شبهها بالظبط، لكن لقيت صحاب كتير قتلوا صحابهم. واحده قتلت صاحبتها علشان تاخد مكانها في الشغل، وواحده قتلتها علشان تاخد الذهب بتاعها، وواحده قتلت صاحبتها علشان كانت بتتخانق مع جوزها. في ايه يا جماعه؟ هما الصحاب حصل لهم ايه؟ وهل ان حد يتجاهلك او يحاول يخرجك من حياته ده سبب يخليك تقتله؟ لكن محدش يعرف الشخص اللي بيقرر يقتل ده بيفكر ازاي. اكتب لي رايك في التعليقات، وما تنساش لو عندك موضوع عاوزنا نتكلم عنه الفيديو اللي جاي احب اقراه. وقبل ما تقفل ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتشير الفيديو. ولحد ما اشوفك الفيديو الجاي اقعد بالعافيه.